عدة أسئلة تطرح قبل بداية المباراة. كيف سيكون السيناريو؟ كيف سيكون الرهان؟ من سيكون أكثر فعالية؟ من سيختف الأسبقية؟ من سيختف الثقة؟ ومن سيصل إلى المبتغى؟ والرهان هو 3 نقاط. الكرة من هناك لمصلحة عناصر جونيور ريمي، يلعب على الرواق الأيمن، التوزيع داخل منطقة الجزاء، المحاولة، يا سلام! أول كرة وأول فرصة، والحارس سعيدي زكريا كان في المرصاد. أبعد هذه الكرة مباشرة في الركنية لمصلحة عناصر اتحاد العاصمة. شوف الكرة، شوف اللعبة، شوف غش التوزيع داخل منطقة الجزاء لتانداك أتان جونيور ريمي، كاد أن يخادع الحارس سعيدي زكريا من مرمى حارس الوفاق. الكرة ملعوبة داخل المنطقة، يا سلام! أول أهدافات المباراة لمصلحة عناصر اتحاد العاصمة عند الدقيقة 9 عن طريق محروز في غفلة دفاعية من الوفاق. شوف الكرة، شوف اللعبة، شوف من هنالك غشة، وعلى مستوى القائمة الثانية والأول فعل محروز وأعطى الأسبقية لليتي. هل هي بالنيران الصديقة يا ليتي أم محروز هو الذي فعل وسجل أول الأهداف؟ على ما أعتقد أن المدافع زاد عليها، والكرة دخلت مباشرة في الشباك. سيدي زكريا كسب الرهان وكسب الصراع في اللقطة الأخيرة في الوسط. ميريلي يلعب لغشة، غشة مازال، غشة يتفوق، يلعبها سريعة لعياد بن عياد التهديد والتسديد، ومرة أخرى سعيدي زكريا كان في المرصاد. التسديدة الثانية القوية لعناصر الاتحاد، الأولى كانت من تانداك أتان جونيور ريمي، وسعيدي زكريا كان في المرصاد. هاي الثانية من هنالك من بن عياد، الاستلام ومن على مشارف منطقة الجزاء سدد، لكن سعيدي زكريا كان في الموعد وانقذ مرماه من هدف ثاني محقق. لعبت لبن عياد على الجهة اليمنى، بن عياد يتريث يبحث عن الرفقاء، بن عياد ما زال محتفظ بالكرة، بن عياد يجاء حسام الدين غشة، حسام يبحث عن التوزيع داخل منطقة الجزاء. يا لا من لعبة، ويا لا من توزيع، ويا لا من رأسية، ويا لا من جول ثاني للاتحاد عن طريق من؟ عن طريق المدافع ديري، سجل ثاني أهداف في هذه المواجهة. يا لا من كرة بالمقاس من حسام الدين غشة وبالراس ديري. شوف الكرة، شوف اللعبة، شوف الرأسية، شوف ترك كل عناصر الوفاق تتساءل وين الكرة، وين هي؟ في الجول، هي في الجول. تعلن عن ثاني أهداف في هذه المواجهة عند الدقيقة 34. فعل ديري وسجل ثاني أهداف في هذه المباراة. في هذه اللحظات الحكم السيد بوخالفة نبيل ينهي هذا الحوار الأول بتفوق عناصر اتحاد العاصمة بثنائية نظيفة على حساب وفاق سطيف لرسم الجولة 24 من البطولة المحترفة. استراحة قصيرة ونعود إليكم مشاهدينا الأفاضل للوصف والتعليق على غمار وأحداث الشوط الثاني من هذه المواجهة. لا تبتعدوا كثيرا، سلام. شوط آخر ثاني سيكون بدون شك مغاير تماما على فعاليات واحداث الشوط الاول من هذه المباراه لقمه الجوله 24 من البطوله. الوفاق من اجل العوده، والاتحاد من اجل تاكيد وعلى بركه الحكم السيد بوخالفة نبيل يعطي اشاره انطلاقه هذا الشوط الثاني من هذه المباراه. والكره راحت مباشره لبوبكور في الخط الخلفي، يبحث عن الرفقاء من البدايه، البحث عن التهديد والتسديد من بوتشيشا كورتو، بعيده بكثير هذه الكره على الجهه اليسرى من مرمى حارسي على تيسو في كمال، ملعوبه داخل منطقه الجزاء من طوال، والكره مشات وطالت يا طوال مباشره الى ضربه مرمى. ميريلي، حسام الدين غشة سريع لبن عياد، هاي كرة، هاي صعبة، هاي خطيرة، البحث عن التهديد والتسديد، يا سلام! مرت وعادت هذه الكرة مباشرة خارج رقعة أرضية الميدان بعد محاولة من بودربالة. العودة السريعة كانت لدفاع الوفاق. شوف الكرة وشوف اللعبة وشوف السرعة وشوف المهارة من بن عياد ناحية بودربالة. لولا الخروج الموفق لسيدي زكريا لكان كلاما آخرا في هذه الكرة. مرت وعادت
بسلام على مرمى سيدي زكريا بعد هفوة في دفاع لونتونت لمصلحة عناصر لونتونت البحث عن الحلول. هاي كرة هاي صعبة هاي خطيرة التهديد والتسديد وضربت في الشباك الخارجية وتحولت مباشرة إلى ضربة مرمى لسوفي كمال بعد المحاولة الأخيرة للونتونت من اللاعب البديل بوشقرة هداف فئة تحت 20 سنة بنزازا. البحث عن التهديد والتسديد يا سلام. الخطورة ما زالت قائمة داخل المنطقة. البحث عن التوزيع يا سلام. كرتان خطيرتان، الأولى من بنزازا والثانية كذلك. الأولى وجدت سعيد زكريا والثانية اصطدمت وتحولت ونابت على سعيد زكريا والانطلاقة لمصلحة لونتونت. هاي كرة يصعبها على الجهة اليسرى من بوغوراري، يحاول المرور بوغوراري التغطية من هنالك من بولاراس. العارضة الأفقية نابت على سعيد زكريا في اللقطة الأخيرة. الكرة عادت لمصلحة الوفاق لبوكرما على الجهة اليسرى. طوال يبحث عن التوزيع لكن التغطية كالعادة من عبادة يسترجعها ويلعبها في الخط الخلفي لميريلي. دان يأتي بالجديد وبالخبر السعيد السار لعشاق ومحبي الأحمر والأسود في هذه الكرة. الأولى سددها بنزازا ثم عادت ثم ارتدت ثم كان في المتابعة سعيد زكريا أو من هنالك رضواني والتوزيع ناحية بنزازا كاد أن يفعلها في المرة الأولى والثانية لولا براعة الحارس سعيد زكريا لا شاهدنا هدفا ثانيا لمصلحة عناصر اتحاد العاصمة. الأولى سيدي زكريا والثانية العارضة الأفقية قالت كلامها ونابت على حارس الوفاق. كرة لبولاراس غير يتجلى على الجهة اليسرى. هذه سريعة هذه خطيرة لليتي داخل منطقة الجزاء. البحث عن التهديد والتسديد من بنزازا لكن سأل بين أحضان الحارس سيدي زكريا. فوز معنوي مهم قبل مباراة العودة من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي اللحظات الحكم يعلن على نهاية هذا الحوار الكروي بفوز اتحاد العاصمة بثنائية نظيفة على حساب وفاق سطيف لرسم الجولة 24. أشكركم على حسن المتابعة وسألتكم بالصحة والعافية في موعد كروية قادمة. سلام، رمضان مبارك وعيد مبارك. دمتم في رعاية الله وحفظه.